يلا 3 2 1 واهلا وسهلا بكم وفيديو جديد والحدث المنتظر من ابل والاعلان عن عائله هواتف ايفون 15. ابل النهارده اعلنت عن 4 هواتف: ايفون 15 والبلس والبرو والبرو ماكس. نلاحظ ان هم كل اثنين اصبحوا مشتركين في مجموعه من الخصائص. هنلاقي الايفون 15 والايفون 15 بلس هيجوا بالشريحه القديمه البايونيك الاي 16، وهيجوا برضه بالكاميرا الاساسيه اللي بتيجي بدقه 48 ميجا بكسل مع قدره تقريب لغايه 2 اكس، في حين ان البرو والبرو ماكس هيجوا مع الشريحه الجديده اللي بتسميها الاي 17 برو، وهيجوا مع الكاميرا الاساسيه بدقه 48 بكسل لكن بتقدر تعمل تقريب بصري لغايه 5 اكس. في تحديثات رهيبه على نظام التصوير في الكاميرات زي ما تعودنا كل سنه من ايفون، وبالطبع فابل قررت انها تستغنى اخيرا عن اللايتنج بورت او منفذ اللايتنج بورت، وبدات تستخدم منفذ تايب سي. يعني صاحبك معاك هيجي يقول لك يا معلم معاك شاحن ايفون تاني. ابل بدلت زرار كتم الصوت اللي كان موجود على الجانب بزرار مالتي فانكشن تقدر تخصصه عشان تقدر انك تعمل اكسس لمجموعه من الوظائف او تفتح اي برامج بسهوله وبسرعه. دايناميك ايلاند ما زالت موجوده زي ما هي، وما زال معتمد على فتح التليفون ببصمه الوجه ومفيش بصمه في التليفون. خلينا في الكام يوم اللي جايين نحاول ننزل كام فيديو كده نتكلم فيهم وندردش اكتر. وما تنسوش ان برضه كان في ساعتين النهارده، الساعه العاديه من الجيل التاسع والالترا ووتش من الجيل الثاني. ده كان كل حاجه النهارده، اشوفكم في الفيديو الجاي.